ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الفل عليكم وعلى حبايبنا وعلى مشاهدينا وعلى كل اللي بيحبونا. انا بقى النهارده كان يوم نصيب عندي وايه، وكنت في السوق وجبت خيرات ربنا كلها. والله يا جماعه بلدنا دي مليانه خير، والخير يا رب يكون عند جميع الناس، يا رب يجعلكم في الخير دايما ويجعل عندكم الخير وفي ايديكم الخير، يا رب ينول امنيتكم ويفرجها على كل متضايق ويفك كل قلب الناس كلها جميعا يا رب، ويجعل بلادنا امنه مطمئنه، اللهم امين يا رب العالمين. انا بقى النهارده رحت السوق وقلت ايه، هشارك حبايبي واقول لهم على الحاجات اللي انا جبتها والاسعار، ونغسل مع بعض حاجتنا وننضفها ونعينها في الثلاجه ونرتب الثلاجه، وهنشوف كل حاجه نشوف كل حاجه مع بعضين. بس عايزين نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ونسمي الله ونتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ونشوف خير ربنا اللي عندنا وخير ربنا اللي مديهولنا. شويه كتير احنا بنحمد ربنا على كل خير، كل خير ربنا بنحمد عليه، اذا في السراء وفي الضراء. عايزين نحمد ربنا دايما في كل حاجه، في الشويه وفي الكتير وفي اليسر وفي العسر، وكل حياتنا لازم نحمد ربنا ونشكر فضله على كده. بس كفايه ان احنا بنتنفس، ان احنا بنقوم من عن سريرنا، ان احنا بننام وبنقوم تاني، وربنا يجعل فينا الروح نقوم ونكمل مسيرتنا. فده كرم كبير جدا من عند ربنا. ربنا ينعم علينا بالصحه، يا رب ينعم علينا دايما بالصحه يا رب، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين، ويهدي اولادنا، اللهم اهدي اولادنا ونجحهم وما تخيب فيهم حتى احدا يا رب، يا رب بحق جاه المصطفى تنجح اولادنا جميعا، ويكرم كل من كان، ويدي كل واحد على قد ضميره ونيته. دي دعوتي اللي دايما بقولها، اللهم ادي كل واحد على قد ضميره ونيته يا رب، واسالك العفو والعافيه والنجاه من النار يا رحمن يا رحيم. وتعالوا معايا نشوف بقى ايه احنا جبنا. انا النهارده بصراحه كده انا كل فتره بنزل السوق بعيد عليا ومحتاج طبعا ان انا اركب مواصلات، فانا ايه يعني بجيب من اللي حواليا. بس انا النهارده قلت حرام بقى، يعني الحاجه من اللي حواليا، من الدكاكين اللي حواليا كل حاجه فيها جنيه و2 جنيه و3 جنيه زياده، قلت لا، طب ما انا اركب بقى واروح اجيب حاجتي بتاع 10 15 يوم تبقى عندي، وعلى ما تخلص نروح نجيب حاجه، لو اضطرينا واحتاجنا حاجه بقى في نص الاسبوع، حاجه خلصت مننا نجيبها، مش هنقدر نروح المشوار ده عشان حاجه واحده. بس انا النهارده ايه جمعت كل ايه يعني بتاع 3 4 اكلات كده يتعملوا على مدار الاسبوع. ماشي يا جماعه، بصوا بقى انا جبت ايه بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اول حاجه انا جبت حاجه المحشي، عشان هم هنا عندي كيفين محشي، وانا بعمل لهم بصراحه من قبل الامتحانات والدوشه بتاعه المذاكره، وانا ايه ما عملتش المحشي. انا جبت اهوت كيلو كوسه جميل، جميله جميله جميله، وب 10 جنيه كيلو كوسه ب 10 جنيه. ماشي يا جماعه، وجبت كمان كيلو ونص بتنجان. انا بحب، بصوا المقاس بتاع الكوسه والبتنجان، انا بحب الحاجات الصغنونه دي، ادي مقاس الكوسه وادي مقاس البتنجان، حاجات صغنونه كده، بحيث ان الواحده تتمسك كده ايه حلوه، ما تتقطمش بقى وكل واحد ياخد حته وكده ويسيب بقيته وكده. جبت كيلو ونص بتنجان وكيلو كوسه، كل الحاجات دي هنغسلها بقى وننضفها دلوقتي ونعينها في الثلاجه مع بعض. ماشي. وجبت ايه تاني انا جبت ايه تاني، جبت طماطم 3 كيلو طماطم. طماطم بقت مجنون، هي فعلا بيتقال عليها مجنون وهي مجنون. 3 كيلو ب 15 جنيه يعني ب 5 جنيه. ماشي، خليكم معايا، اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا الاسعار عشان لما تنزلوا وتجيبوا نفس الاسعار دي. وجبت ايه كمان ديت، جبت خضره، جبت نعناع جميل، بصوا النعناع، نعناع اخضر، انا بحب الشاي بالنعناع قوي، بصوا النعناع جميل قوي، والنعناع نعناع عادي. ماشي. جبت خضره المحشي كمان من السوق، الشويه كده ب 5 جنيه. ماشي يا جماعه. وجبت كمان كيلو بسله ونص كيلو جزر. البسله على الجزر طبعا انا هعملهم، البسله دي مش هعمل الكيلو كله، انا هقسمه نصين، نص هعمله طبيخ والنص الثاني هعمله لا برمه، لا هعمله ايه مع الرز البسمتي. ماشي كده، نص الجزر، نص الجزر ده ب 5 جنيه، وكيلو البسله ب 15 جنيه. ماشي، خليكم معايا ما تنسوش، اوعوا تنسوا. وجبت كمان قرنبيط جميل، جبت قرنبيط، جبت الكيلو، جبت نص بس، انا قلت كفايه نص، لا انا جبت نص ولا كيلو افتكر يا نجلاء، لا جبت كيلو ب 10 جنيه، كيلو ب 10 جنيه. ماشي. وجبت بقى كمان فلفل الوان دولت ربع كيلو ب 5 جنيه. وجبت ايه كمان، وجبت بصل 3 ب 10، جبت ابيض على احمر عشان انا بحب ده له حاجات وده له حاجات. ماشي. وجبت بطاطا بقى، انا جبت بطاطا، بصوا هتقولي لي دي كبيره قوي، ايه تعملي ايه بالكبيره دي؟ لا انا بحبها كبيره كده، ليه؟ لان انا اعملها صينيه او بريمه، وهعملها معاكم حاجه حلوه جميله جدا، لما اجي اعملها معاكم. ماشي. جبت 3 كيلو ب 10، 3 كيلو ب 10 جنيه، الكبيره دي 3 كيلو ب 10 جنيه. وعلى فكره في الشويه برده بتبقى حلوه، الكوز بيبقى مليان، النار ما تاكلش منه ولا حاجه. ماشي. ماشي. وجبت كمان ملوخيه، بصوا جميله، ملوخيه جميله خضراء وتحفه اهي، بصوا جبت الملوخيه اهي جميله. ايه رايكم؟ هنعملها برده نقطفها ونغسلها وبفرمها، وايه يا ست خشي، عايزه تخش خلاص، هي طلعت من الكيس مش عايزه تخش تاني. ماشي. جبت الملوخيه دي ب 10 جنيه، بصوا يا جماعه كل حاجه ب 10 ب 10، مفيش حاجه بجنيه ولا ب 2 جنيه، كله ب 10. ماشي. البطاطس اللي ايه رفع اليومين دول اتجنن، بس هي البطاطس دي تحمير، بصوا اللي هي بطينه دي، ده اهي لسه ايه، لسه دي الجديده، دي تحمير بقى بتاعت الشيبسي والصوابع. ماشي. انا جبت 3 كيلو، الكيلو ب 10 جنيه، جبت 3 كيلو. ماشي كده. جبت خيار، طبعا هم اكلوا منه ساعه ما جيت من السوق، جبت خيار الكيلو ب 5 جنيه، خيار اليومين دول بيتحدق تحفه، ناشفه ومقرمشه وجميله جدا. اوكي. وجبت كمان فلفل، جبت كمان فلفل، جبت فلفل اهوت كيلو الفلفل ده بكام؟ ب 6 جنيه، عشان انا بصوا قرن الفلفل عشان صغنون، انا بحبه صغير كده عشان ايه؟ المحشي، بصوا حاجه المحشي، بصوا قرن الفلفل تحفه جميل. ماشي. وجبت بقى ايه، روضه كانت معايا قالت لي ما تجيبيش حاجه،
خليت بقى البياع حاطط لي 4 قرون حامي من غير هي ما تعرف، عشان انا بحب احطه في الاكل. ما تقولش لحد. اوعى يا يوسف تقول لحد، بالك واقف يوسف واقف ورا الكاميرا، يوسف واقف ورا الكاميرا، اوعى تقول لها يا يوسف. ماشي، فاضل ايه؟ فاضل الكرنبايه بقى حبيبتي. الله بصوا بقى اكبر. الكرنبايه جميله، بصوا مورقه، بصوا. هنعمل بقى المحشي ايه وهنهيص. وهنصور لكم لما ماما تيجي. انا جبت عملت ايه بقى؟ شفت جبت حاجه المحشي، ادي المحشي ده اكله وبتقعد يومين. انا بعمل الاكل بيقعد يومين، المحشي اهوت يومين، ماشي. ونعمل ايه تاني بعديها؟ البسله ادي يوم طبيخ، يومين، ماشي. والرز البسمتي هنجيب جنبه نص بانيه ولا حاجه زي بعضه. ونجيب ايه تاني؟ ونعمل ايه تاني؟ القرنبيط كمان يوم. يبقى انا عملت كام اكله؟ كام اكله؟ كتير. وايه كمان؟ وايه كمان؟ بس كفايه. وانا جايبه بقى الفلفل الاسود الالوان هعمله ايه للرز البسمتي وحاجات كده. يعني مش لازم كل يوم كل يوم لحمه وفراخ، يعني يوم كده ويوم كده، مره في الاسبوع فراخ، مره في الاسبوع لحمه، مره في الاسبوع سمك، يعني ونمشي حالنا ونمشي دنيتنا. مش كل يوم، البطن ما بتشكرش، بس الدماغ هي اللي هتشكرنا ان احنا ريحناها ووفرنا وقضينا الدنيا ومشيناها كده بنعديها. مش الاكل اكل اكل وكل حاجه الاكل، لا. راحه البال يا جماعه والله ما تساوي ملايين هناكل ايه بقى؟ جداً. النهارده بقى عارفين هعمل لك ايه؟ ايه؟ هعمل لك الفراخ اه. بالتتبيله اللي انت بتحبها الله. بالصوص، الله. ماشي كده، وشويه مكرونه. واعملي صوص زياده. ماشي. انا بعملها، هقول لكم بقى الفراخ دلوقتي انا بعملها لا تسلقي ولا تحمري، بص، ولا تشوي. الخلطه دي اقسم بالله انا ما بعملها، يعني انا عندي بياكلوا الفراخ دي بالقوه بالقوه، واللي ياكل حته كده من الورك يا دوبك ميه كده وخلص. دي ما بيخلوش، يعني لو ناقص ياكل عظم. وهوريكم هنعمل كل حاجه مع بعض وهوريكم. يلا احنا بقى كل الخضار ده بتاعنا ما بشيلوش كده، عشان هم بيحبوا يعملوا كل حاجه. طلعوا سلطه ويعملوها، قطعوا خيار وطماطم مع الجبنه ويعملوا. فانا بغسل كل حاجه وبعينها في الثلاجه مغسوله، عشان اللي يطلع حاجه يلاقيها مغسوله، بس بيشطفوها، بس طبعا مش بالغسيل اللي انا هغسله، ماشي. بيشطفوها كده ايه، خلاص عارفين ومتاكدين ان ماما غسل الحاجه دي قبل ما نحطها في الثلاجه. فاحنا هنغسل كل حاجه ونظبط كل حاجه ونظبط ثلاجتنا بالمره، اللي بقى لي كده ايه اسبوعين 3 ما ظبطتهاش. ويلا معايا نغسل بقى الحاجات دي كلها ونشوف كده هنصفيها ازاي، ماشي. يلا ايه هننزل بقى عشان ايه اول حاجه ايه. هنرجع لكم طبعا بعد ما ننزل الحاجه في الارض. 1 طبعا بسم الله هنغسل ايه حاجتنا طبعا ايه عشان الميه حرام، بس انا مصوريه عشان ايه نغسل الحاجه دي فيها على طول. انا بقول لك سمعت اللي احنا بنقول فيه شطه. عم اسكت بقى، بس انا عايزه اسمعها. مفيش حاجه مش ايه، مش حاجه ولا هي لو تعرف اصلا، هي مش تعرف. مين هيقول لها اصلا؟ مين هيقول لها؟ اديها جت وصلت. اولا كده هسلم على الناس وبعدين انتوا يعني هقول لكم بقى. بس تعالي كده تعالي كده. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، رجعت لكم النهارده ويعني انتوا سمعتوا كل اللي اتقال، بس عارفين انا اولا عرفت ازاي؟ سمعتهم وهما بيتكلموا كل حاجه. ده اولا. ثانيا يوسف جه فتن على ماما. انت رحت قلت لها؟ يوسف جه رحت قلت؟ يوسف جه يا جماعه فتن على ماما وقال لي يا روضه ماما جايبه فلفل حالي جايبه فلفل حامي. يرضيها؟ ما يرضيش حاجه. فانا بقى قررت ان انا هعمل ايه؟ هرص الحاجه وهساعدها بقى. يلا ماشي. بس كده. انا ما ظهرتش في الفيديو من ساعتها، كنت مستني اللحظه دي عشان اظهر فيها، عشان اقول لماما اللي انا رحت قلت لرضا اللي هي حاطه شطه. طب ما انا كمان كده هاكل الشطه ليه؟ طب ما انا كمان كده هاكل الشطه ليه؟ يعمل على ما تنسوش طبعا، ما تنسوش طبعا تحطوا لايك والشريط تعالوا كده في كل جديد. يلا بقى خليكم بقى معاهم. لازم طبعا تفعلوا ايه لايك، ده تشملوه كده عشان الفيديو يتنقل. وكمان تنشروا الفيديو ده، عايز يوصل بصوا ده اكتر عدد من اللايكات. اكتر، بصوا 1000 لايك. عايز الفيديو ده يوصل 1000 لايك، حاجه جامده كده. لازم طبعا نطلع فيديوهات كده جامد. ان شاء الله ناكل اكله كده 100 100. تعالي في الجنب عشان الناس تشوف الحاجه. ايوه كده. دلوقتي انا بكتب الكوسه. بصوا يا جدعان فلفل الشطه. بصوا قرب الشطه، بصوا قرب الشطه، بصوا قرب الشطه، قرب الشطه يا جدعان. يلا يا رضا. شايفين المهزله اللي بتحصل؟ دي مهزله مش هسكت عليها. هي دي المهزله. فلفل الشطه يا جدعان اللي هناك جوه. ادي الكوسه الثقه. النبي يا شيخه انت واقعه. ادوني بقى. بس عشان ايه؟ عشان الناس. تخش معاهم. طبعا. كده وايه؟ طب بصوا يا جدعان انت هتعملي ديكور. بعد ما روضه او هم كانوا بحب بس ارسم الحاجه يا جماعه. لا مش ديكور، احنا كده هيتعبوا ويتحطوا في الثلاجه. مية عشان غيره. لسه هنغسل غيره. ايه ده؟ ما لازم يذوق. لا اوعى تقولي حراق. لا بذر الفلفل فيه فيتامين سي كويس جدا. طعمه جامد. لا مفيش، على قد الرز. على قد الرز.
يلا بس. يلا بره بره. ايه ده؟ هيخلص لنا الحاجه ده انا تعبت فيه. ينفع يا جدعان تطردوني بره الفيديو؟ لا ما ينفعش تطردوني بره هما الفيديو. بيقولوا يلا. لا ما قالوش. اللي عايز يطلعني بره الفيديو ما يدخلش فيديوهات تاني يحط ديسلايك، اللي عايز يدخلني في فيديوهات يحط لايك. بس يلا سيبوا منه يا جماعه. حطوا لايكات، انا عايزاكم تكسروا كده يعني اللايك اهو. اللي مش عايزني. كسروا اللايك كده يا جماعه. طب قولوا في الكومنتات يوسف يظهر معاهم في الفيديوهات ولا لا؟ شكرا للناس كلها اللي كتبت لنا كومنتات والدعم اللي انتوا بتدوه لنا. شكرا جدا لكل واحد كتب لنا كومنت. يلا. طبعا الله 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 البتنجان انا بحبه في المحشي. الله بيبقى طعمه جميل قوي. دلوقتي ايه؟ الوقت اللي ماما تغسل فيه المجنونه. ماما دلوقتي هتغسل المجنونه. مجنونه. المجنونه. روضه كيفي. انجازي ده عايزه ترص. رضا بترص. طب نرجع لكم يا جدعان بعد ما نغسل الحاجه بس يا ابني والرتب. خليكم معانا خليكم معانا. ماشي. كنت هفضل اسحب الحاجه. الله انت بترتبي يا بنتي، ما تحطي يا بنتي. رضا عندها نظام، لازم ترتب. لازم ترتب، ما ينفعش تحطي كده. بصوا اي حاجه بتقع منها لازم ترتبها. ايوه يا رضا يلا يا رضا حاجات قلنا على الناس. المجنونه هتقع المجنونه هتقع المجنونه هتقع. خلي بالك. الله 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 الله. مش سامعين صوتك احنا ماما؟ ايه كفايه عليك، كفايه الناس علينا انتوا. يبقى انا وانتوا. لا الناس عايزه تسمع صوتك، مش عايزه تسمع صوتك. الناس عايزه تسمع صوتك. مش عايز تسمع صوتنا؟ اه لا الناس عايزه تسمع صوتنا. حطوا لايك يا جدعان، حطوا لايك بالله عليكم. كله حط لايك وشارك في القناه. بصوا يا جماعه مش بذمتكم يعني الجزر اللي انا رسمها كده والجزر والفلفل والكلام ده كله مش بذمتكم والباذنجان. بصوا لو انا مش راضيه على المنظر ده بصراحه. يا بنتي انت هترتبي يا بنتي. انا بحب ارسم. قعدنا في الفيديو يا بنتي خد خد اهو كده ماله كده ماله. انا بحب النظام بس هو صغير مش هيقدر مفروض بتبان. بس يا ولا انت بتسحبهم. ايت خدي. مش ايت بسحبه. ايت انا مش بسحبه. ايت كان بيسحب يا جماعه من ورايا. انا بقى بعمل كده. نوتي 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 نوتي. دلوقتي روضه الممله بترتب. على فكره بقى يا جماعه بصوا يا جدعان بصوا اهي. انا مزوم لكم على اللي بترتبه اهو. رجعت لكم يعني هي روضه يا جدعان كله يكتب تحت روضه الممله. لازم ترتب الحاجه. ماما طبعا اهي بتعمل الحاجه الباقيه. فاضل البسله تتفرط والملوخيه تتقطع وتتغسل ويبقى احنا كده ايه خلصنا. الكرنبايه بقى ايه مش هعملها النهارده، انا عندي النهارده اكل. ما تعمل الحاجه دي معايا اهي يا جماعه. تعمل حاجه كده الرز ده عشان نعمل الرز البسمتي. كده احنا ايه عاملين حاجتنا كلها عشان نفضي القدامى عشان نشتغل عليه برضه. طبعا انا هشتغل في فراخ فما بحبش يكون في حاجه ايه على القدر مطرح ما هي بتشتغل في الفراخ. الشروطه طبعا انا مش هحط الحاجه في الثلاجه دلوقتي الا لما ايه اغطى في الثلاجه. بس انا هعمل الغدا الاول عشان هم ايه خلاص عايزين يتغدوا بقى. نخلص الغدا وبعد كده ايه نشوف ايه نحط الثلاجه نرصها مع بعض وننظف الثلاجه ونشوف ايه دنيتنا فيها ايه. ماشي احنا كده ايه عملنا نص الموضوع. ماشي يا رضا اهي. يبقى ايه نشيلها عشان ايه بنعوزها تاني نلاقيه موجود. اقشر البصل عشان اعمل ايه؟ يا رب لا لا يا ماما عدوك ها؟ لا
ما تعمليش هاتي طبق صغير. لا لا مش هيحرق عيني كمان. مش هجربكم لما اخلص. هرب هرب وخلي بالكم انتوا. اهلا. لا انا كده طالع بره تيتا. كل اللي يخش هنا اللي بعمل بصل يطلع بره تاني. انا بعد كده هعمل على طول بصل عشان اجربهم بره، عشان ما بعرفش اقف في المطبخ وفي حد تحت رجلي، بحس ان انا بتلعبكه. ما انتوا شايفين انا قطعت البصل والفلفل، ملح وفلفل اسمر. ملح وفلفل اسمر وكمون. مفيش كمون، مفيش كمون يا جماعه. هي هتكمل لكم بقى يلا. كركم كركم ولا كاري؟ كركم وكاري. كركم. وعلى فراخ. شويه بابريكا. حبه توم باودر. حبه بصل باودر. طبعا التوم ما بنكترش. حبه زيت. يبقى التوم يا يوسف معايا. عدى لك اقف. هات التوم بقى كمان اهي، ندعك بقى ده كله في بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده كده. طبعا انا ايه مقطعه الفرخه، بصوا انا مقطعه الورك على 2 اهي، الورك 2. حط الاول ايه شويه كده في الارضيه. بص بقى ايه الصدر برضو مقطعه على 3 اهو، كتف الكتف، وقطع ايه الصدر كمان نصين عشان جايبها فرخه كبيره شويه. طب هي عايزه نعمل ايه؟ ناخد ايه حته الصدر كده اهي، نعملها في الرز ايه البسمتي. ماشي نفسنا يعني زي الرز البسمتي ميبقاش فيه طعم الفراخ، لا ليه نحط له برضه طعم الفراخ اهو. انا سمعت كده في شطه بتتحط. انا فين دي الشطه؟ انا سمعت في شطه بتتحط. لا 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 مش الكلام ده. في. انا سمعتها. ماليش دعوه، انت اسمعي انا ماليش دعوه. يا جماعه في شويه شطه اتحطوا كده، لا ربع لا معلقه شطه، لا صح؟ لا لا متاكده من كده يا جماعه. عشان نحطها لك في الايه، شفت عايزه رز بسمتي طبعا. مش عامله حساب الرز البسمتي. لا ممكن يعني تقللي كمان نقطي كمان شويه هنا. لا والله كده كفايه حلو كده. قطعي دلوقتي مكعبات. ايوه يا جماعه انا لقيتها حراقه، انا مش هحاسب حد غير نفسي. مش عارفين كده ليه؟ عشان انا ما وقفتش معاها. مش كده بصوا عكس. اهي فرخه. انزل بقى عليها ايه
كل التحابيش الحلوه دي، كل الكلام ده يسرد بيوت على ايه؟ على الفراخ، وهتبقى تحفه. طماطمتين بقى كده عشان تديها ايه، مش كتير الطماطم عشان انا مش عايزاها طماطم، بس تديها حمار كده وايه، تحميره حلوه. كده خلاص. بصوا هنحطها بقى على البوتاجاز تغلي من فوق عشان تستوي بسرعه، عشان هم ايه خلاص جوه بره بيصرخوا. ونحطها ايه في الفرن مكعبات عشان هي خلاص بسمتي. هي دي كفايه ولا ايه؟ ايوه ايوه ايوه. بتاعتي نفس التتبيله اللي انا حطيتها للفراخ، بحبها جدا صراحه. ازود عليها بس ايه طعم الليمون بسيط كده يعني. على فكره ممكن تحطهم في اللحم، بس انا بحب احطهم في كبسه زيت. ماشي، عندي بقى شويه بهارات كبسه عشان مش عامله كتير، هاخد نص كيلو بس ايه فراخ، نص كيلو رز. ماشي، هو ده الكلام ده كله مع بعض كده. طبعا الصدور بتاخد سوا عن الوراك، فانا بقى ايه بسيب الصدور تتسوى شويه مع البصل، وبعدين انزل بالرز عشان ما تبقاش الرز استوى وهي ايه لسه ما استوتش. بس الفراخ كده ايه تاخد تسوي. والاشتراك والجرس ده اخر بصوا يا جدعان، هتلاقوا علشان الكومنت بيشجعنا. بصوا هتلاقوا اللايك هنا والاشتراك هنا. طيب امشي من وشنا بقى. الصغيره ولا الكبيره ولا الكبيره؟ علوا زر الجرس. بحبكم بحبكم جدا 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 جدا. انا مش هحط الفلفل دلوقتي عشان الفلفل ما يتهريش، انا بحب احطه لما الرز يغلي وابدا ايه خلاص هيتشرب واحط الفلفل بقى واقلبه. وبكده يا جماعه انا خلصت الاكل اهوت، وبالهنا والشفا. رز بسمتي بالفراخ، والفراخ هي لا مشويه ولا مسلوقه. بصوا بخلطه، بصوا دي الخلطه بتاعتها اهي، وادي الصوص اهو، وشوفوا جمدان. عظمه يا جدعان اقسم بالله. وادي الزيتون اللي احنا عملناه مع بعض. يا جدعان انا بعشق الزيتون بالذات الفلفل عظمه. بصوا الفراخ دايبه دايبه دوب. ماما يلا بقى عشان ما اكلش الكاميرا. باكل الكاميرا كل فراخ تحفه 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 التتبيله دي، وانا هكتب لكم التتبيله بتاعت الفراخ دي في الوصف. يلا اشوفكم على خير. ويلا سلام.